فيلمنا بيبدأ مع بيت، طفل عنده 10 سنين، وبيكون عنده شك إن دايما في حد في البيت غريب، وده لأن في حاجات صغيرة بتختفي دايما، وبيعمل دايما مصايب علشان يعرف يصطاد الكائنات دي. وبتقوله فيكتوريا أمه إن في حاجات مختفية في البيت. قال لها ده في حاجات أكتر انتي ما تعرفيش عنها حاجة مختفية، زي فرشة السنان واللعب والمفاتيح، وما بتكونش مصدقاه وما بتهتمش بكلامه وبتاخده بيروحوا المدرسة. وبيكون الأب جو بيقول إنه مش لاقي المفاتيح بتاعته، وقالت له أمه إن شكل فيه كائنات فعلا بتسرق الحاجة ولازم نعرف هما فين. وبتقول كده وهي بتتريق على ابنها، وبيمشوا من البيت. ولما بيمشوا وبيسيبوا البيت فاضي بيظهر كائن صغير قد عقلة الإصبع اسمه بود، بيصطاد أي حاجة محتاجها بخطاف، وبيبقى مخلف أطفال في نفس حجمه، وبنته الكبيرة اسمها أريتي وابن الصغير اسمه بيجران. وبتكون البنت متحمسة لاكتشاف كل حاجة في البيت على عكس الولد اللي بيكون زهقان. وبيوقفها أبوها وبيسألها إيه قاعدة الاقتراض الأولى، وبيبقوا مسميين اللي بيعملوه ده اقتراض مش سرقة. وبتقوله إن أهم حاجة ما يكونش حد شايفنا. وبنروح لجو فيكتوريا قاعدين مع المحامي بتاعهم اللي بيقول لهم إنه هيهد البيت ويبني مكانه برج، وإن البيت ده أصلا مش بتاعهم لأن خالتهم صاحبة البيت ماتت وما كتبتش البيت باسمهم. وبيتصدموا لأن خالتهم قالت لهم قبل ما تموت إنها كتبت البيت باسمهم. وبيقول لهم المحامي اللي هو في نفس الوقت قريبهم إن ميعاد الهدم كمان يومين ولازم يسيبوا البيت، وبيبقوا زعلانين جدا إنهم هيسيبوا البيت فجأة لأنهم بيحبوه. وبيقول بوتر المحامي إن دلوقتي ده برج بوتر وبكرة هتبقى مدينة بوتر. وبنروح للبيت وبوت بيقول لأريتي ما يتحركش لحد ما تيجي، لكن بتبقى شغوفة وعايزة تكتشف كل حاجة، وبتكون عايزة تاكل آيس كريم. وبتروح على التلاجة علشان تفتحها بمساعدة أخوها اللي بيفضل ماسك الخشبة عشان باب التلاجة ما يقفلش، لكن مش بيقدر، وبيسيب الخشبة وبينده أبوه بسرعة علشان ينقذهم. وبيتخض لما بيلاقوا بنته اتحبست في التلاجة. وبيجي الأب والأم للبيت وبيقعدوا في المطبخ، وبيخلي بود بيجرين يرجع البيت، وبيرجع من فتحة البيت، وبيحاول بود يدخل من فتحة التلج علشان يدخل التلاجة وينقذ بنته. وبتتزحلق أريتي في مكنة التلج كمان، وبيبقى عايز الأب يشرب حاجة ساقعة من مكنة التلج، لكن بيحط بود الخطاف بتاعه عشان ما يقعوش مع التلج. وبيقع الخطاف مع العصير، وبيفتكروا جو إنه لعبة من لعب ابنهم ومش بيهتم. وبنروح لبيت بود وعيلته اللي بيكون في الخشب، واللي بيكون كل حاجة فيه سلفن زي الكراسي والأطباق والترابيزات والستاير والبوتاجاز. وبتكون الأم قاعدة مستنية بود وأريتي يرجعوا بعد ما بيجرين حكى لهم اللي حصل، وبتزعلهم الأم اللي بتكون قلقانة جدا من اللي حصل. وفجأة فيكتوريا وهي بتنظف البيت ووقت التنظيف، بود عامل لأسرته جدول زمني بيه علشان يربطوا حزام الأمان علشان ما يتشفتوش بالمكنسة. لكن فجأة فيكتوريا قررت تنظف، وبيقع بيجرين على الأرض وبيلحقوا بسرعة. وبيفضل بود يحكي لهم عن طفولته واصحابه وهو صغير، بس مش بتصدق بنته لانها مش بتصدق ان في حد زيهم اصلا، وبتتضايق انها لوحدها وما عندهاش صحاب. فبتقول لهم انها كبرت وعايزه تخرج تقترض لوحدها بدل ما هي قاعده في البيت دايما، لكن بيرفض اهلها علشان خايفين عليها. وبتدخل الام الاوضه عليها وبتقول لها ان كان في ناس زيهم كده زمان، بس كل واحد شاف له شقه يعيش فيها. وبتقول لها أريتي يا ريتني كنت عايشه زمان علشان اشوف الناس دي. وبتقول لها أمها إنها مصيرها هتقابل حد شبهها، وبتخرج وبتسيبها، وبتفضل أريتي صاحية وزهقانة، فبتقرر تروح البيت لوحدها. وبتمسك شمعتها الصغيرة وبتمشي في ممرات خشب، وبتروح لأوضة بيت اللي بيبقى قاعد زهقان وبيتفرج على التلفزيون، وبتقعد تتفرج معاه. وفجأة بيقوم بيت وبتتخض أريتي وبتوقع لعبة، وبيشوفها بيت اللي بيكون عارف إن في كائنات غيرهم في البيت، لكن بتهرب منه ومش بيلحقها. وبتكون نسيت الشمعة بتاعتها من الخضة، فبترجع تاني علشان تاخدها، فبيقفشها بيت وبيحبسها في علبة صغيرة. وبينبهر إنها بتعرف تتكلم، وبتقوله إنها خايفة منه وإنه هيدوسها لأن أبوها قال لها البشر بيعملوا كده، لكن قال لها ما تخافش هو مش هيعمل كده، وإنه مبسوط إن شافها لأنه كان متأكد إن في كائنات في البيت بتسرق منه حاجات. قالت له إحنا ما بنسرقش، إحنا بنستلف بس. وقالت له إنها لازم تمشي تبلغ أهلها بسرعة. وبيتفاجئ بيت إن في ناس زيها أصلا وفي بيتهم كمان. قالت له إن عندها أم وأب وجدة وأخ صغير. ولما بيت بيعرف قصتها قرر إنه ياخدهم البيت بتاعهم الجديد. ولما بتروح لأهلها بتحكي لهم اللي حصل، وقالت لهم إن بيت هيساعدهم. رفض أبوها وقعد يزعق،
لكن وافق في الآخر عادي جدا، وبياخدهم بيت في صندوق وبيعمل لهم فتحات تهوية وجهاز لاسلكي علشان لو حصل حاجة يكلموه. ولما بيسأل بود على مكان البيت الجديد قال لهم ده آخر الشارع تقريبا ميل، وميل ده بالنسبة لهم كارثة طبعا، ده الأم كانت هتقع من طولها، ولما بتتحرك العربية في حاجات بتتحرك من مكانها، والمكوة بتقع تكسر الحاجة اللي في العربية، وكسرت علبة الأقزام، وحاولوا يستنجدوا بيت علشان ينقذوا عيالهم اللي وقعوا من العلبة. لكن أبو بيت ما بيرضاش يقف بالعربية، وما بيقدرش بيت ينزل من العربية لأن كده البيت قريب، وبيبقى بود ومراته قلقانين على عيالهم اللي وقعوا من العربية، وبنشوف الأقزام وهم واقعين في فضلات كلب، ومش بترضى أريتي تستنى بيت يجي يلحقهم، وبتمشي تتصرف من نفسها، وبتبص على خريطة المدينة وبتحدد مكان البيت الجديد. وبيروح بوتر البيت بتاع جون وفيكتوريا، وبيكون حاطط خزنة جوه الحيطة، وبيفتحها وبيطلع الوصية، وبيكون ضحك على جون وفيكتوريا لأنه قال لهم إن خالته ما سابتش وصية. وبيشوفوه أريتي وبيجرين وبيكونوا عايزين يقولوا لبيت اللي شافوه، وبيكون بوتر عايز يولع في الوصية لكنه مش بيلاقي ولاعة، ولسه بيدور لقى الوصية بتتحرك، وأريتي وبيجرين اللي بيعملوا كده وبينزلوا بالوصية تحت الأرض، وبيحط بوتر سماعاته على الأرض ويسمعهم وهم بيتكلموا، وبيكسر الخشب علشان يوصل لهم، وبيلاقي بيتهم عبارة عن أساس صغير جدا، وما بيبقاش مصدق اللي هو شايفه، وبيبقى عايز يقتلهم وياخد الوصية. فبيطلب بوتر شركة قتل القوارض، وبيحكي للعامل اللي بيحصل في البيت لكن ما بيبقاش مصدق، وبيبدأ العامل يرش مادة بتحرق في كل فتحات البيت، وبيكون عايز بيجرين وأريتي يهربوا من بوتر، وبيلاقوا المادة اللي رشها العامل بتقرب عليهم، وعلى آخر لحظة هربوا منها بفتحة لقوها في الخشب، وبيكون بوتر بينده على العامل لكن ما بيبقاش سامعه، فشده من ايده، فالمادة اللي بيرش بيها العامل لزقت في وش بوتر وشالت له شنبه كله، وبيبص على شكله في المراية وبيكون شكله بيضحك جدا، وبيشوف أريتي وبيجرين وهم بيضحكوا عليه، وبيبقى عايز يقتلهم، وبيقول العامل يمسك الشاكوش ويضرب في المكان اللي راحوا فيه، وفعلا بيضرب العامل بالشاكوش ضربة جامدة طيرت بيجرين على لمبة في السقف، وبيحاول بوتر يمسكه لكن مش بيعرف، فبيولع اللمبة علشان تبقى سخنة عليه، لكن أريتي بتدخل وبتنزل له المتر علشان يتشعلق فيه ويطلع لها، وحاول بوتر يرمي عليه حاجة لكن بتسحبه أريتي بسرعة، وبيبقى متعصب بوتر لأنه هيروح في داهية لو الوصية دي ضاعت منه، وبيطلب من العامل إنه يساعده يقفش الأقزام، وبيخلي الكلب بتاعه يشم الجاكيت بتاع بيجرين اللي وقع منه، وبنشوف أريتي وبيجرين وهم مش عارفين يستنوا بيت ولا يمشوا، وبنشوفهم وهم متشعلقين في المشابك وبيتزحلقوا في الحبال اللي بين العماير، وبنشوف بيت وهو متضايق إنه مش لاقي أريتي وبيجرين، وبيروح بيت مع الأم والأب بالأقزام للبيت القديم، وبيشوف إن أريتي معلمة على مكان البيت الجديد في الخريطة وإنها أكيد هتروح لهم، وبيشوف بيت ولعت بوتر وعرف إنه جه البيت وشاف أريتي وبيجرين، وبنشوف بوتر والعامل ماشيين بالكلب وبيشمشموا على البيت اللي فيه أريتي وبيجرين، وبنشوف أريتي وبيجرين وهم متشعلقين على ماسورة وبيشوفوا حمامة، فبيتخض بيجرين وبيقع في الماسورة اللي بتودي على الشارع، وبينزل في إزازة لبن فاضية وبيقفشوا الكلب، وفي الوقت اللي بيجي فيه ظابط يتكلم مع بوتر بتيجي عربية تجميع الأزايز القديمة بتاخد الإزازة اللي فيها بيجرين، وبيجري وراها بوتر والعامل والكلب، وبتنهار أريتي علشان مش هتعرف توصل لأخوها، وبيظهر لها قزم برضه وبتتصدم أريتي لما بتشوفه، وقال لها انه هيساعدها تلاقي اخوها في مصانع الألبان، وبينزلوا في الانابيب اللي هتوصلهم للمصنع، وبتتريق أريتي على العربية بتاعته وانها من صفيح، اتعصب عليها وقال لها انه رحالة مش زيها قاعد في البيت على طول، وبيركبوا العربية علشان يروحوا المصنع، وبنشوف بيت وهو واقف متضايق، وبيشوف بوتر وهو بيجري ورا عربية الإزاز وبيجري وراه وهو مستغرب، وبيوصل أريتي وصاحبها القزم للمصنع، وبتشوف بيجرين وهو قرب من آخر مرحلة وهي ملي الأزايز باللبن، وبيشوفوا بوتر وبيكسر الأزايز كلها علشان يوصل لأريتي وصاحبها، لكن الولد بيكون رمى حبل قفل بيه زرار تشغيل المكنة، بس بيكون الإزازة اللي فيها بيجرين اتملت واتقفلت وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، وبترمي أم بيجرين خطافة على الإزازة اللي هو فيها علشان تفتحها، وبيجري بودي يوقع الإزازة عشان تتكسر، ويخرج بيجرين ويطمنوا إنه كويس، وبتعرفهم أريتي على سبيلر صاحبها، وبيسلم عليه أبوها وبيتبسط لما عرف إن هو رحالة، وهنا بيكون شايفهم بوتر ومسكهم
مسكهم كلهم ولزقهم في المكان اللي بينزل منه الجبنة اللي بتكون سخنة جدا، وبيستفز سبيلر بوتر عشان يأخره شوية، لكن بيحطه في الآلة اللي بتسخن الجبنة. بياخد بوتر الوصية من إيريتي وبيمشي، وبيسأل بيت بوتر فين أصحابه. قالوا إنه عملهم جبنة، وفهم إنه وداهم على مكنة الجبنة، وبيروح لهم وبيحكوا له اللي حصل، وقالوا له حوار الوصية. وعارف بيت إن كده بوتر رايح لمجلس المدينة علشان ياخد تصريح الهدم. وبيروح بيت وأصحابه لمجلس المدينة، وقرر عامل الرش إنه يساعدهم بإنه يعطل بوتر شوية. وبينجح العامل إنه يبدل يافطة المكتب اللي بوتر عايزه بيافطة تانية. وبيدخل بوتر أوضة غريبة بعد كده علشان ما ياخدش تصريح الهدم، وبيقفل بيت عليه من بره، وبيبقى الأقزام جوه مجهزين له كوارث، يعني ربطوا عينه وربطوا حزام جزمته وقعدوا يشوكوه في جسمه كله، وما بيبقاش عارف يمشي. وبياخد بود منه الوصية، لكن بيفك بوتر نفسه بسهولة وبيحبسهم، وبياخد منهم الوصية تاني، وبيبقى عايز يتخلص منهم، فبيلاقي مكنسة وبيبقى هيدخلهم فيها من قوة الهواء، بس الكهرباء بتقطع. وبيظهر جيش من الأقزام، وبنعرف إنهم أهل سبيلر وأصحاب بود القدام، وبيربطوا بوتر وبيخلوه ما يعرفش يتحرك. وبيملى الأقزام الأوضة كلها، وبيطلع بود على سلم خشب علشان ينتقم من بوتر، وبيشتموا بود وبياخد منه الوصية وبيضحكوا عليه. وبيوصل ضابط بعد كده، ولما بيشوف الوصية بيقبض على بوتر اللي بيكون اتجنن من اللي شافه. وبيرجع جون وفيكتوريا بيتهم، وبيعمل بيت للأقزام مكان تحت الأرض يعيشوا فيه، وبينزل لهم بنفسه الأكل، وبيعيش معاهم باقي الأقزام. وبتقضي إيريتي وقتها كله مع سبيلر، وبيكونوا مستمتعين جدا. وبكده يكون فيلمنا خلص.